السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بصوا يا جماعه، النهارده قصدي دلوقتي يعني، قولوا لي الف سلام اول عشان البرد اللي انا كان عندي ده. عايزه اكلمكم على جهاز اسمه السكرابر. تمام. الجهاز ده طبعا كلكم عارفينه واتشهر جدا جدا في وقت من الاوقات. بصوا يا جماعه، هو ايه؟ طبعا بيتفتح كده. هو له ثلاث يعني مش سرعات، ثلاث وظائف. في وظيفة مكتوب وظيفة ليفتنج ومويسترايزر و ايه كلينزنج. طبعا انا مش بستعمل اي حاجه خالص، انا هقفله بس عشان الصوت، بس مش بستعمل غير. شوف انا نزلت كده على الوظيفه الثانيه. دي الوظيفه بقى اللي هي بتاعه التنظيف اللي بستعملها. قفلته بس عشان الصوت. بالنسبه لجهاز السكرابر ده، انا كنت جايباه بكام ومنين؟ كنت بصراحه كنت انا في السعوديه، وجبته من شي ان. كنت جايباه بحوالي 70 ريال سعودي. فانت حاول لو هتجيبيه، طبعا بعد الفيديو ده انت مش هتجيبيه. بصوا يا جماعه، هو بيعمل ايه السكرابر ده؟ او الالتراسونيك ده يا جماعه بيشيل الدهون اللي في البشره، سواء عندك دهون هنا او يعني اكتر حاجه هنا او هنا او هنا. يعني في الخدود ما يبقاش فيها دهون قوي، او ممكن الحته دي مثلا لو واحده بشرتها دهنيه قوي. طيب هل هو كويس؟ هو كويس يا جماعة لحظيًا. أيوه، هو بيشيل لحظيًا، بيشيل لِك الدهون اللي هنا مثلًا أو اللي في مناخيرِك. وطبعًا اوعي تحطيه لمّا تيجي تستعمليه، اوعي تحطيه على بشرة جافة، لازم بشرة تكون مبلولة، مَيّة ورد، مَيّة عادية، مَيّة مفلترة، مَيّة مقطرة، مَيّة مبسترة، حطي أي حاجة وخلاص هنا. في ناس بيحطوا كريم، بس لأ، الكريم لأ، لأن هو هيتشال، الكريم هيتشال، فأنتِ هتحسي إن دي دهون وهي مش هتبقى دهون، هيبقى كريم. فاهمين؟ ركزوا في اللي أنا باقوله. طيب انا بحط ميه ورد او اي حاجه، او هيلورونيك اسيد الغلابه ده، او اي حاجه بحطها، اقوم جايه ايه عامله بيه، بيشيل، بينظف، بيخلي المنطقه نضيفه جدا جدا، وهنا كل حاجه بيشيل الرؤوس ايه البيضه والسوداء. ولكن هي الاكتر الرؤوس بيضه عندي، يعني بتكلم عن نفسي. طيب هل انت مبسوطه ان انت اشتريتيه؟ مبسوطه من حاجه واحده، لانه كان طلع ترند قوي قوي، فانا كنت عايزه اعمل انا عايزه ابقى زي البنت دي، اللي هو الهبل بتاع البنات ده، وانا عايزه ابقى زي فلانه وزي فلانه واشتريه وخلاص وكده، لان هم بيقولوا عليه اشعار. ده دلوقتي بعد ما استعملتيه وجربتيه، مبسوطه بيه؟ لا مش مبسوطه بيه خالص. وهل ندمتي؟ لا، أنا ما عنديش حته الندم قوي يا جماعه، انا حته الندم دي مش عندي. كان الدكتور احمد خالد توفيق بيقول ايه: لو لم اجازف واقترب لاعتقدت يعني ان شيء كبير فاتني. فانا لو ما كنتش اشتريته وندمت، كنت هفضل فاكره ان في حاجه كبيره جدا جدا فايتاني في جهاز الالتراسونيك او الايه او السكرابر. طيب ليه مش عاجبك يا صفا؟ مش عاجبني لان هو حل مؤقت. حط تحت كلمه مؤقت دي 30 خط احمر او 67 خط احمر. ايوه بيشيل وبينضف، وبعدين تاني يوم على طول بجد بجد تاني يوم على طول، بالذات في الصيف بلاقي حاجه طلعت هنا كده وهنا. تاني يوم على طول، مش هقول لك بعدها بيومين. في الشتاء ممكن اعمله، ممكن بعدها بيومين الاقي الحاجات طالعه لي هنا برضو، الحاجات البيضه دي. فايه الحل يا جماعه؟ هو الحل لازم يكون جذري عند دكتور، لازم دكتور يكتب لك حاجه. طبعا انا ما اعرفش ايه الحاجه دي، انا لسه اروح لدكتور يعني. دي واحده يا جماعه، بان الفيديو فصل. لا الحمد لله ما فصلش، ده كان صوت حاجه تانية. طيب هتعملي ايه؟ لازم دكتور هيروح يحط لك بقى، يقول لك يديكي سيرم، يديكي كريم، يديك اي حاجه تشيل الحاجات دي من جذورها، تنشف بقى المنطقه دي، تنشف المنطقه دي، تنشف الدهون. هم بقى ادرى هيكتبوا لك ايه. ولكن الالتراسونيك لو ايه اللي هيشتريه ما تشتروهوش، ايه اللي هيشتريه اوعي تشتريه بجد بجد بجد. الا انت لو انت بتحبي بقى النتائج المؤقته والكلام ده، بتحبي تضحكي على نفسك يعني، هاتيه. او انت نفسك فيه زي ما انا كان نفسي فيه، هاتيه. لكن هتندمي يعني، ملوش اي لازمه. وعلى فكره اصلا المنطقه بتاعت دي والدهون اللي بتبقى هنا دي، يعني اغلبيه الناس والدكاتره يعني ما لقولوش ليها حل جذري. يعني انا بشوف حد بياخد دواء كده، مش هقول اسمه عشان ما حدش يروح ياخده، هو بينشف الدنيا لدرجه بينشف لك شفايفك وجسمك وبشرتك وكل حاجه، لدرجه ممكن شفايفك تتقطع وتنزل دم لا قدر الله يعني. فانا مش هقول اسمه. فهي الحته دي بالذات الدكاتره يعني ايه، مش عارفين يظبطوها لنا. هي بتطلع دهون، هتفضل تطلع دهون. من ضمن الحاجات برضو الجهاز ده لو انت يعني ايه، العلاقه بيننا وبين الجهاز دي علاقه طرديه. استعملتيه باحترام هيحترمك، استعملتيه بغشوميه هيتغشم عليك، احترمتيه هيحترمك. انما انت لو جيتي بقى وعملتي كده تشين، هتلاقي جلدك بيتشال معاه، لانه اصلا يعتبر آلة حاده يعني. طبعا هي مش حاده قوي، بس برضو ممكن تعور، ممكن تعمل تخربش، تخليك حته تحمر، لو في الاماكن الضيقه دي مثلا، لو عملت هنا كده ممكن تتعوري، ممكن يخرم لك مناخيرك يعني بجد.
بجد يعني الجهاز دوت احترمتيه هيحترمك، لازم تكوني بتعرفي تستعمليه، لازم تكوني شفتي حد بيستعمله كتير يا جماعه. ما تروحيش تشتريه كده وتك تك، لا، حتى لو انت رحت اشتريتيه زي ما انا عملته كده، اول ما استخدمته كنت بستخدمه بالراحه جدا، بالراحه وباحترام ولحد ما اتمكنت وايدي اتمكنت منه تمام. فيا جماعه يعني رايي والله والله ما تشتروهوش. في اللي هو حاجه بديله ليه. بصوا، البديله دي اللي هي ابره الرؤوس السوداء. ابره الرؤوس السوداء طبعا كلكم عارفين الرؤوس البيضاء والسوداء. دي بديله ليه، يعني ممكن ايه تستعمليها كده وخلاص برضو بالراحه، بحيث ما تحمرش المنطقه، تحمرش او كده، او في بنات من كتر ما هم بيتغشموا مع الحاجه بتسيب علامات، وعلامات زرقاء او حمراء او بنفسجي، بتسيب علامات يعني. فانتوا حاولوا ايه تبقوا استعمالكم كده شيك في الحاجه وباحترام كده، واحترموا جلدكم، واحترموا او اعرفوا ان مش كل ما انت ما تبقى عنيفه مع الحاجه فانت كده هتجيبي نتيجه واو، لا طبعا مش حاجه اسمها كده. بس اخر حاجه يا جماعه، لو انتوا وصلتوا للجزء ده من الفيديو اعملوا لايك لو سمحتوا، اشتركوا في القناه بدل ما بجد بجد مش هنزل حاجه تاني، وقولوا رايكم، ولو انت هتشتري الجهاز ده ما تشتريهوش، ولو اشتريتيه يعني ما تندميش، يعني عودي نفسك ما تندميش. انا يعني بطلت اندم، لان الندم من اسوأ الاحاسيس في العالم هي الندم. الندم فظيع قوي قوي يا جماعه، بالذات لو في مواضيع كبيره ممكن يودي بحياه الانسان، لكن ده ما يتندمش عليه اللي بالك فيه قوي يعني. بس ايه، لو انت جبتيه خلاص ما تندميش عليه. وفي ناس، وانا ما زلت بستعمله، بس انا بخليه اخر خطوه في حياتي يعني. ممكن يعني دي بصراحه دي كنت جايبها ب 10 جنيه وكانت مقضيه الغرض، وما زالت مقضيه الغرض. والله بكسل يعني بكسل استعمله. بس اعملوا لايك بقى يا حلوين كده. الفيديو برضو للاسف برضو طولت، ومش عايزه اطول يعني. هو ايه، هتشتري دي نشتري ده صف ولا ما تشتروش؟ خلاص هو ده كان خلاصه الفيديو. يلا مع السلامه يا حلوين، واعملوا لايك كده واكتبوا لي كومنت حلو، واشتركوا في القناه عشان احبكم. يلا باي باي.